السراج المنير
شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ما قرناه من القرآن الكريم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدهم ووالديكم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إن كانوا مسلمين بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم اشفع فينا وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والسعي. اللهم اكفنا ولا منا ولا معنا شاقيا ولا محروم ولا معتدين في النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجعلنا عافية الدنيا وعذاب الاخره والسلام على المرسلين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحمنا وحقق علينا وارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا من الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والسلام على المرسلين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا كربا الا نفسه والحاجه عن حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ومن فيها الصلاح الا قضيتها بنفسك وكرمك يا رب والكرم يا رب وفضلات القران الكريم. اللهم احيي قلوبنا وقلوبكم يوم تسمع القلوب. اللهم اجعل القران الكريم شفيعا لكم ولنا ولجميع المسلمين يوم القيامه انك عرش قدير. الله يبارك فيكم ان شاء الله. الله يجازيكم خير. الله يرزقنا ويرزقكم علما نافعا لا ضار لنا ولا قدير. اللهم اشفع فينا وفيكم نبينا الناس اللي جاءوا وقراوكم المعلمين بتوعكم يا رب. الله يفتح علينا وعليهم. الله يجعل ربنا ان شاء الله يوفقهم للخير ويبارك فيهم ان شاء الله. الله يجازيهم عنا وعنكم خير انك عرش قدير. اللهم اشفع فينا وفيكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا واياكم حسن الخاتمه وشهاده لا اله الا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يعني بجاك محبتنا يا رب يا رب
اللي معانا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي الحمد لله منزل الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار
الصلاة على المختار سيدنا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعنا معهم بمنه وكرمه إلى يوم الدين. نأتي للمحاور الأخيرة من برنامج هذه الذكرى المباركة الميمونة إن شاء الله، وألا وهو تكريم خاتم القرآن الكريم في هذه السنة. هذه المجموعة التي من الله عليها بختم كتابه، نسأله سبحانه وتعالى أن كما من عليهم بختمه ويسر لهم إن شاء الله ووفقهم للاستدارة ووفقهم للعمل به وينفعهم به وولدهم وأشياخهم وبلادهم إن شاء الله يرحمهم. تكرم الزاوية مجموعة من بنين وبنات، منهم غرمة أحمد خليل موجود والدكتور. ما هذا بابنا؟ هذا ليس من أكثر لك هو كتاب القرآن الكريم الذي حفظه منكم. هذه هي الجائزة التي يحملها إليكم ابنكم. الله تعالى يكرمهم يوم القيامة، يكرم والديك. الله يبارك فيك إن شاء الله. نسأل الله أن يزيد لعن شباب الحبيب وأن الله يفتحنا عليه. ونستغل وجود أستاذنا الشيخ أحمد بن مالك ليختم هذا الدرس بكلمة. بالمناسبة الشخص الذي وقفناه بغداد هذه كان مسؤول من المعهد، كان استشمالي عاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشيخ عبد الرحمن من خلال اخوته وكل حضور هؤلاء خاتم القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة نشكركم على أن نكون مكنتمونا نحضر هذه الجلسة الإيمانية، كيف لا وهي تكريم خاتم القرآن الكريم، فجزاكم الله عنا كل خير. حقيقة هذا بدأه الشيخ محمد الزاوية رحمه الله في سيره حافظ القرآن الكريم، كان يكلمهم بمثل التكريم وأنتم تسيرون على هذا العنوان، فكل الشكر وكل التقدير لكم. نحن الحقيقة في هذه الجلسة الإيمانية نشعر نحن في هذا المسجد أننا تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ خير من الملأ الذي هم فيه. حقيقة يعني نحن في عبادة الله عز وجل من خلال التكريم. تكريم حافظ القرآن الكريم يعد من إجلال الله عز وجل، ويعد من عبادة الله عز وجل، ويعد من طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله أي من تعظيم الله
من خلال هذه الجلسة أكيد أننا نعلم الله عز وجل ونطيعه ونجيبه بدليل هذا الحديث: إن من إجلال الله إكرام لشدة المسلم وحامل القرآن الكريم. فكل الشكر وكل التقدير بطبيعة الحال نوصي هؤلاء الذين ختموا القرآن الكريم أن يحافظوا على هذه الأمانة التي منحهم الله إياها، وهي أنهم ممكنوا من أن يختموا هذا القرآن الكريم. والحقيقة هي رسالة كذلك لطلبة المدرسة، طلبة الزاوية الذين هم في مشوار ختم وحفظ القرآن الكريم، أن ينهلوا وأن يسيروا على ما سار عليه هؤلاء. فكما قال الشيخ عبد الرحمن وكذلك الحديث، هذا الحفظ وهذه الختمة لهذا القرآن الكريم هي تعود فائدة على الذي ختم وحفظ، وتعود على فائدة على والديه، فهو غدا يمكن من أن يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة. ويعني هذه الحقيقة من الأشياء التي يسعد بها الشخص ويسعد بها والديه. وثبت في الأثر أن الذي يحفظ القرآن الكريم يشفع إلى 70 من أهل بيته، فنرجو هؤلاء الذين حفظوا أنهم يشفعون لأهلهم ويشفعون لنا نحن الذين حضرنا بهذا الختمة، ويشفعون للشاهدين. ويعني أكيد أنهم إن شاء الله بهذه الختمة أنهم حصنوا أنفسهم. الشاب الحالي الحقيقة في وجه تجربات التي يعانيها ضد الشارع الذي يحاول أن يختطفه، فالحمد لله الزاوية على رأسها الشيخ عبد الرحمن مكنت هؤلاء من أن يحافظوا على دينهم. هذا القرآن الكريم يكون مصدر لهم من أنهم يقعوا في الأشياء التي للأسف الشديد كثير من شبابنا أراهم ينجروا فيها. فكل الشكر وكل التقدير لمن حفظ ولمن حفظ، ومهما علينا مقامهم هؤلاء الحفظة والذين حفظوا معلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى مقامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونسأل الله عز وجل كذلك أن يدخلوا في مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن واقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وإن شاء الله يشملهم ويشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الشخص ويأتي مثل يوم القيامة وتحاجج عليه سورة البقرة وسورة آل عمران. إن شاء الله بهذا الختمة، بهذا الحفظ، بهذا الدعاء، بهذه الجلسة الطيبة الإيمانية التي يفتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر بها الله عز وجل، أختم بهذا الحديث. النبي ربي عز وجل يرسل الملائكة يجوبون المجالس ويجوا إلى هذا المجلس الذي مثل هذا المجلس الذي نحن فيه، ثم يرجعون إلى الله عز وجل وهو أعلم بحالنا وحال هؤلاء، فيقول: ماذا تركتم لعبادي؟ يقول: تركناهم يذكرون الله عز وجل. ماذا يطلبون الجنة، مما يستعيذون من النار. ثم يقول: ماذا يطلبون المغفرة؟ فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. ثم يقول الملائكة: إن في فلان، يقول في فلان، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.